حزام دمشق جبل الشيخ بين عقل القوة الإسرائيلي وجغرافيا الشرق المتغيرة بقلم صلاح الدين الكردي نوبار. تتكرر في الشرق لحظات تكشف فيها التصريحات السياسية عما هو أعمق من الحدث نفسه. تصريح بنيامين نتنياهو حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع سوريا بشرط إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ ليس فكرة عابرة، إنه امتداد مباشر للعقل الأمني الإسرائيلي ونسخة جديدة من السياسة التي تحاول دائما إعادة تشكيل الجغرافيا بقوة الخوف لا بقوة التفاهم. هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها إسرائيل إلى رسم حدودها وفق قياسها الخاص، لكن ما يميز الطرح الحالي هو توقيته. سوريا دولة منهكة، الجنوب ساحة رخوة، القوى الدولية تعيد توزيع أدوارها، ولبنان على حافة انفجار. وفي وسط هذا المشهد يحاول نتنياهو الظهور كصانع حدود جديدة شمالا كما تفعل تركيا شرقا وجنوبا. إنها اللحظة التي تتحرك فيها القوى الإقليمية كمن يريد انتزاع قطعة من هذا الشرق قبل تغير الخرائط نهائيا. تصريح نتنياهو هو النسخة الإسرائيلية من منطق معروف في المنطقة: استثمار ضعف الدولة السورية لخلق حزام أمني طويل يفصل بين مركز دمشق وحدود الجنوب، وتحويل الجغرافيا إلى منطقة رمادية خاضعة لقوة الأمر الواقع. الحديث عن اتفاق ممكن يخفي خلفه محاولة لإعادة ترتيب الجنوب السوري بما يلائم الأمن الإسرائيلي لا بما يلائم الجغرافيا ولا القوانين الدولية. زيارة نتنياهو للجنود الجرحى في بيت جن لم تكن بروتوكولية، كانت إعلاناً أن الجنوب ما زال ساحة مفتوحة، وأن إسرائيل لن تسمح بعودة أي تمركز عسكري معاد مهما تغيرت السلطات أو تباينت القوى. ومن هذا الباب استثمر ورقة حماية الدروز في الجولان ليس كمسؤولية أخلاقية بل كعنصر ضغط وحدود بشرية تساعده في تثبيت مشاريعه. هذا الخطاب يعيد إنتاج الذهنية ذاتها التي ظهرت في تحليلات السابقة عند قراءة مواقف تركيا في سياق زيارة بارزاني إلى بوطان ورد بخجل عليها. سياسيون يتمسكون بنظرة قديمة يريدون فرضها على جغرافيا جديدة، عقل يتكئ على الخوف بدل القراءة الواعية وعلى القوة بدل التحولات الواقعية. كما حاول بخجل رد التاريخ إلى مربعه الأول، يحاول نتنياهو اليوم إعادة الجنوب إلى منطق الحزام الأمني الذي دفنته سنوات طويلة من الصراع. لكن خطورة الطرح الإسرائيلي لا تكمن في قوته بل في هشاشة الطرف السوري، فإسرائيل لا تواجه دولة مستقرة تستطيع رفض الشروط، بل دولة متصدعة لا تملك اليوم القدرة الكاملة على ضبط حدودها، وهي لحظة قد تجعل الحزام الأمني قابلا للتحول إلى أمر واقع إذا استمر تراجع مركز الدولة السورية. مع ذلك يبقى الجنوب السوري من أكثر المناطق تعقيدا في الشرق، تتشابك فيه القوى الإقليمية والدولية: الإسرائيلي، الإيراني، الروسي، الأمريكي، إضافة إلى الفاعلين المحليين. وهذا التشابك يجعل فرض شريط أمني يمتد من دمشق إلى جبل الشيخ عملية تتجاوز القدرة الإسرائيلية وحدها مهما كان النفوذ العسكري حاضرا. نتنياهو يتصرف وفق منطق من يريد تشكيل شرق يناسب أمنه، كما تفعل تركيا بما يناسب مخاوفها وإيران بما يناسب مشروعها. لكن الشرق لا يعود إلى الوراء، إنه فضاء يتشكل بالصراع لا بالخطوط التي ترسم فوق الورق. وإذا كانت زيارة بارزاني قد كشفت أن الزمن تغير في بوطان، فإن تصريح نتنياهو اليوم يكشف أن إسرائيل ما زالت تتعامل مع الجنوب السوري كفراغ لا كمساحة تتقاطع عليها قوى متعددة. التاريخ لا يكتب بالشروط والجغرافيا لا تدار بالضجيج. وإذا كان نتنياهو يريد حزاما بلا سلاح، فإن السؤال الحقيقي هو: هل يستطيع فرضه في منطقة لا يملك السيطرة الكاملة عليها، أم أن حديثه مجرد تلويح استراتيجي في مرحلة يعيد فيها الجميع البحث عن حدود جديدة قبل أن يولد الشرق القادم؟ بقلم صلاح الدين الكردي نوبار.